ابنة المقتول تبكي تصيح: أريد أن أدفن أبي، أين القاتل؟ أين الاستخبارات؟ أين أجهزة الدولة؟ ما الذي شغلكم؟ أين أنتم منشغلون؟ أجهزة الأمن ينبغي أن تكون حاضرة في متابعة هؤلاء. يا إخواني، اسمحوا لي أقول لكم أحد الآباء أمامي ولا أريد أذكر اسمه لكن يقول: ابني معه كتاحي، يسمي الآلي كتاحي، قال يرهب الناس فيه، يروح للتاجر يقول له: والله هات مبلغ كذا ولا بدقك. يقول له التاجر: يا ابني، الأب يتكلم، يقول له: يا ابني أنا حاضر فتحت الآن من صباح الصبح. يقول له: أنا شي صبوح، هيا. قال يرفض التاجر، فما دقش وسط، قرم لجواره سلمه الله. قال فجاءوا يشتكوا له عندي: يا ابني. قال له: يا أبا أنا جاوع. قال له: طيب تعال كل معي، أنا بشبعك. قال له: لا، أنا أشتي أكل أصحابي. إخواني، إذا هذا من الآباء يعترف بهذا أمام جمع من الناس، إذا ذاق الناس طعم الحرام تفتتح نفوسهم للحرام، ما عاد يشبعهم الحلال. لماذا لا يمنع السلاح؟ أنا طالما أريد أنادي بهذا، لكن أنا خائف لعل باقي واحد معه سلاح من الصالحين ولا الضعفاء يشلوا عليه، والبلاطيق يظلوا مسلحين. ولا العصر عندنا في مدينة عندنا جبهات ينبغي أن يحمل فيها السلاح، المدينة ينبغي أن تطهر من السلاح. هذه القضية الأولى. نحن نطالب بسرعة البحث عن القاتل وعن كل القتلة وتأديب المجرمين وإقامة حد الله فيهم، وإلا فدماؤنا في ذمة الأجهزة الأمنية. ما مهمة الأجهزة الأمنية؟